المرة اللي فاتت اتكلمنا عن مينا اللي لم الشمل ووحد قطرين. النهاردة بقى هنتكلم عن الهضبة. مش عمرو دياب، لأ، ده الملك اللي اختار أحسن هضبة في مصر علشان يعمل تاريخه عليها. ابن الملك سنفرو اللي جه بعد مينا بكام سنة وقال أنا مش هوحد قطرين بس، ده أنا هعمل حركة صايعة تخلي العالم كله يهرش في راسه ل 4600 سنة قدام. رحبوا معايا بصاحب أكبر مبنى في تاريخ البشرية، خوفو، اللي عمل عقدة نفسية لكل مهندسين العالم. لو حد فينا فكر يبني بيت، أول حاجة بيفكر فيها الفيو طبعا، والملك خوفو كان ملك الفيو والروقان. مسك الخريطة وقال أنا مش عايز أبني في أي حتة، أنا عايز هضبة الجيزة بالذات علشان أصحى الصبح أشرب قهوتي وأنا بتفرج على النيل. خوفو جه في وقت الأسرة الرابعة. باباه كان الملك سنفرو والدنيا كانت ريش وزي الفل. سنفرو كان باني 3 أهرامات، 2 منهم في دهشور وواحد في ميدوم في بني سويف. خوفو قال بابا بنى 3، أنا هبني واحد بس هيكون إيه؟ نينجا، الوحش بتاعهم. وقد كان. خوفو نده لحم إيونو ابن عمه المهندس العبقري وقال له بقولك يا حم، أنا عايزك تبني لي هرم على هضبة الجيزة عشان أشوف النيل وأنا بشرب المورنينج كوفي بتاعتي. حم قال له تمام يا جلالة الملك، عايز مساحته قد إيه؟ قال له 13 فدان وارتفاعه 147 متر يوصل للسماء، يعني عمارة 40 دور. متخيلين يا جماعة؟ حم بلع ريقه وقال له بس احنا كده يا جلالتك هنحتاج أكتر من 2.5 مليون حجر. خوفو ضحك بسخرية وقال له هاتهم، والجيش والشعب والعمال كله معاك، بس بشرط أنا مش عايز الهرم يميل شمال أو يمين، أنا عايز اللي يعدي من قدامه يظبط ساعته عليه، وهاتلي أحجار الجرانيت من النوع الغالي اللي مش موجود منه غير في أسوان. حم بيحك في راسه وبيقول له أسوان دي على بعد 800 كيلو جلالتك، والحجر الواحد وزن فيلين، هعملها ازاي دي؟ خوفو قال له شغل مخك يا حم، استنى وقت الفيضان المية هتعلى، حمل الأحجار على مراكب عملاقة والنيل هيوصلك لحد عندي في هضبة الجيزة. متخيلين الذكاء؟ مش بس كده، وهاتلي كمان حجر جيري من اللي بيلمع زي المراية تحت الشمس عشان احطه على واجهة الهرم. اصل نسيت اقول لكم يا جماعة ان الهرم زمان كان بينور بالليل، انعكاس لضوء القمر عليه، بس للأسف عوامل الزمن خلت الطبقة دي تقع وما يفضلش غير اللي احنا شايفينه النهاردة. وعلى مدار 20 سنة اتبنى الهرم الأكبر، وما كانش شغل عبيد زي ما ناس كتير فاهمة، ده كان مشروع دولة كاملة. آلاف العمال شغالين بياكلوا كويس ويتعالجوا كويس وكمان بياخدوا أجازات. وعشان محدش يقول إن احنا بنهبد، كل الكلام ده لقوه متسجل على مقابر العمال اللي لقوها جنب الهرم، وكمان كان موجود في برديات كتير زي بردية وادي الجرف، أقدم بردية على مستوى مصر والعالم، ودي بقى فيها الزتونة. لقوها سنة 2013 جنب العين السخنة، واللي كتبها ميرر، وده كان مشرف على العمال، وكان بيوصف فيها كل تفاصيل بنى الهرم وازاي كان بيفتح الهويس عشان يرفع المركبات اللي شايلة الحجر الجيري اللي جاي من محاجر ترى. والبردية دي كانت موجودة في المتحف المصري في عرض مؤقت لحد ما تتنقل المتحف الكبير. ده غير بقى مركب الشمس العملاقة، ودي هحكي لكم قصتها في فيديو تاني لأن موضوعها كبير. عمركم سألتوا نفسكم هم الفراعنة شالوا أكتر من 2.5 مليون حجر ازاي؟ الحجر الواحد وزنه وزن عربية نقل. تفتكروا كانوا بيشيلوه على كتفهم ويمشوا بيه في الرملة؟ لا يا حبيبي، ده كان عندهم أول أوبر بحري في التاريخ. دكتورة إيمان غنيم كانت من ضمن علماء كتير اكتشفوا اكتشاف قلب الدنيا، إن كان في ممرات مائية في الصحراء، وكان في فرع للنيل اسمه فرع الأهرامات أو البحر اللي بيني زي ما أهالينا بيسموه، وده كان الطريق الدائري بتاعهم، طوله 64 كيلو وعرضه نص كيلو، كان بيوصل من الليشت تحت لأبو رواش فوق، وبيعدي على كل الأهرامات هرم هرم. الموضوع مش مجرد نقل حجارة،
ده كان شريان حياة، بس للأسف من 4200 سنة حصل جفاف كبير والرملة هجمت النهر لحد ما ردمته. وطبعا الهرم مش مجرد حجارة مرصوصة فوق بعضها، ده عالم مليان حكايات وعجائب وأسرار، لدرجة ان الدكتور مصطفى محمود اتكلم عن تجارب حصلت جوه الهرم وقال ان الأكل واللحمة ممكن ينشفوا من السوائل لكن ما يعفنوش، واللبن هيتحول لزبادي ومش هيعفن، وأي آلة حادة هتحطها جوه الهرم هتستعيد حدتها من تاني. طب استنى، ده لسه مش أغرب حاجة، وحكايات كتير عن ناس كتير بتحس بطاقات غريبة أول ما تدخل جوه الهرم. بس هل كل ده حقيقي ولا مجرد نظريات وحكايات محتاجة تفسير؟ اللي نعرفه فعلا إن تصميم الهرم نفسه فيه عبقرية، زي إن درجة حرارته ثابتة 20 درجة حتى لو بره حر نار، يعني تكييف فرعوني رباني. وده مش سحر، ده علم وتصميم فرعوني معتمد على فتحات تهوية مدروسة بالملي. أما بالنسبة لقمة الهرم فكانت مغطاة بطبقة من الذهب أو الإلكترون بتلمع في الشمس، بس اختفت. ناس بتقول اتسرقت وناس بتقول وقعت مع الزمن أو بسبب الزلازل، بس الحقيقة فين أو إيه اللي حصل لها أو راحت فين الله أعلم. نيجي بقى لأكبر صدمة، موميا خوفو، فص ملح وداب. الملك اللي بنى أكبر مقبرة في التاريخ مش لاقيين جثته. الباحثين اتصدموا لما دخلوا الهرم وفتحوا غرفة الدفن ووصلوا للتابوت الجرانيت الضخم، لقوه فاضي، مفيش دهب، مفيش موميا، مفيش أي أثر لخوفو، مفيش غير تابوت فاضي بس. والأغرب من كده إن الهرم الأكبر في الجيزة والتمثال الوحيد اللي لقيناه لخوفو في الجنوب في أبيدوس، وحجمه قد الصباع ده، 7.5 سنتي بس. وكأن خوفو بيقول لنا أنا سايب لكم هرمي في الشمال وشكلي في الجنوب، دوروا عليا بقى. وفي النهاية هيفضل هرم الملك خوفو لغز عجز قدامه التاريخ، وعجيبة حية ما بتتأثرش بمرور الزمن، السنين بتعدي وهو ثابت، جواه أسرار لسه الأرض ما بحتش بيها، ومدفون جوه زواياه حكايات مستنية اللي يفك شفرتها. الهرم مش مجرد أثر، ده شاهد إن المصري القديم ساب لنا معجزة أكبر من مجرد خيالنا. وده ما كانش كل حاجة عن خوفو، لسه في حاجة مستخبية جنب الهرم هنكملها الفيديو الجاي. مركب الشمس.